أوقات كتير بنحس إننا تايهين بعيد عن طريق ربنا، وبنفتكر إن خلاص مفيش أمل ولا رجوع. لكن الحقيقة إن الله دايما شايف قلوبنا وبيجهز لنا طريق للرجوع، زي ما حصل مع سامية بالظبط. سامية ست بسيطة، كانت أم البنت واحدة، حياتها كانت قاسية، وبعد ما جوزها مات اتحولت حياتها لصراع، ما كانش في حد يسندها ولا يقف جنبها، وابتدت تضيع وسط أصحاب السوء والضغوطات. فبعدت عن الكنيسة جدا. تخيل، كانت بتدخن أكتر من 40 سيجارة في اليوم، وكانت بتهرب من أي أب كاهن يحاول يفتقدها. لكن رغم ده كله قلب سامية كان طيب جدا، وربنا كان عارف احتياجاتها. ولأن ربنا عارف اللي جوه قلوبنا، سامية جالها مرض السرطان، وكانت في مرحلة متأخرة جدا، وتعبها بقى أكتر من إن هي تتحمله. ليلة كاملة وهي بتبكي وبتصرخ من الألم ومن الشعور بالضياع. وفي الليلة دي ظهرت لها أم النور، جت وحطت إيديها على مكان المرض اللي كانت سامية بتعاني منه. المعجزة حصلت لما سامية لمست إيد العذراء، فبدأت إيد سامية تنزل زيت، ودي كانت رسالة واضحة من السماء. الله شايف قلبها وعايز ينقذها. ومن اللحظة دي سامية رجعت لحضن الكنيسة، وقررت إن هي تكرس حياتها بالكامل للتوبة والخدمة. خدمت المرضى والأيتام وكبار السن بكل قلبها، ونتيجة التوبة العميقة دي أسقف بورسعيد رسمها مكرسة، وبقت تصوني أليصابات، وبقت أم لكل مريض ويتيم وكبير في السن. وقبل ما تتنيح كانت عارفة ميعاد رحيلها، فقالت الخدام اللي حواليها إزاي هيكون يوم نياحتها، وعاشت حياتها كلها في محبة وتوبة. طوباكي يا تصوني أليصابات، اذكري كل ضعيف وكل واحد بعيد عن الله قدام عرش النعمة. عايزة أقولك إن التوبة مش مستحيلة مهما كان البعد. زي ما سامية بقت تصوني أليصابات، التوبة دايما مفتوحة قدامنا. اعمل شير للمعجزة والقصة دي عشان غيرك يعرف إن لسه في أمل، وإن التوبة ممكن تغير كل حاجة. واستنوني كل يوم بالليل مع حكاية قديس جديد.